بص، هو عيش حب الناس وعيش تلقى الناس بيوت فاتحة قلوبها فوت. حب ما تتنسيش. زي ما كان في افلام حلوه علقت معانا، كان في اغاني حلوه جوه الافلام دي علقت معانا وربطتنا بالافلام اكتر. يلا بينا ندخل الكنترول. اي اغنيه في فيلم لازم هتخدم على الاحداث، فانا هنا عايز اعرف تاريخ الشخصيات دي عامل ازاي، فهوقفك في اشاره وهرجعك فلاش باك. حب بحقه حقيقي، احساس ياخدك معاه. ويا سلام بقى لو الفيلم حلو والاغنيه كمان حلوه، لا انت كده ضمنت ان الفيلم والاغنيه هيعيشوا معانا كجمهور، واصحابهم كمان هيتاثروا بيها. اصحابنا وانت ولا فاكرين الماضي ولا. انت عمرك سمعت اغنيه مش بس فكرتك بالمكان او بالزمن، لا هي شممتك الريحه اللي انت كنت فيها في الوقت ده؟ برفان كنت بتحطه، برفان كان في حد تعرفه بيحطه، تفرق كتير. بيت معين، درس، اي حاجه تحت البند ده. اوقات فراغ لما نزل كنت تحس ان كل الجيل في الجامعه، كل الناس في الكليات. انا نفسي كنت في ثانويه عامه بس كنت حاسس ان انا في الكليه. فيلم مش بيتكلم عن شخص محدد او عن قصه معينه، لا هو الفيلم بيتكلم عني وبيتكلم عنك وبيتكلم عنك، احداث ومواقف وصراعات. عشان كده لما جه يحط اغنيه راح حاططها في الاخر عشان يبين ان الشباب دي طول ما هم على الوضع ده هيفضلوا يلفوا في ساقيه ويلفوا في دواير. بنلف في دواير والدنيا تلف بينا، ودايما ننتهي لمطرح ما ابتدينا. ومش شرط ان الفيلم يبقى رومانسي، انا ممكن من بوسه اقول يا ايق يا ايه واطلع ارقص واتنطط وزقطط انا واصحابي ويفرحوا لي. انت نسيت ده انا كنت بحب صندل في مصر. بصراحة كده جايلي عريس عنده شقة وعربية زرفيز. عربية ايه؟ زرفيز. فلما ربنا يعوضني هنا بقى هيجي دور الاغنيه اللي هتوصل فرحتي احسن من الكلام بكتير. عاتبة شبرا بنا بابا واللي منها عاتب 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 عاتب. وحاجات تانية كتير ايه لوحدها ما تسقفش. انا ولا انت مين ضيع حبنا بايديه؟ ليه بتلومني؟ انا كان قلبي عمل لك ايه؟ والسلم والتعبان. ايه الشغل العالي ده؟ مش ده؟ ياسمين انا مش عايز اكمل. ايوه هو ده. اكيد لما سمعت الكلمه دي ابتسمت، بس ده بشرط تكون من جيل العظماء الثمانينات او التسعينات. غير كده او بعد كده محتاج حد يشرح لك. زي ما احنا عارفين السلم والتعبان متقسم لكذا مرحله، قبل ما يعرفها ولما عرفها ولما سابها ولما بقى عايز يرجع لها. صدقيني انا حاولت، بس حاسس ان انا بزق في حيطه كده احسن. بس هي دي معلومه يعني ممكن تضيف لك او لا عادي. السلم والتعبان فيه حضنين. الحضن الاولاني اللي حضرتك شايفه دلوقتي ده، اللي كان عايز يرضي فيه غروره ويحس ان هو وصل للي هو عايزه. كل حاجه عملتها مع ياسمين عملتها عشان كنت عايز اخد منها اللي انا عايزه. سافر في القلوب، دور في السحاب. انا بعترف قصاد عيونك كل ليله. الحضن التاني كان في اخر الفيلم، بس معلش هقول حاجتين. اول حاجه عايز اشكر مي سيد لان هي اللي قالت التفصيله دي من حوالي 20 سنه. تاني حاجه انا تعبت قوي عقبال ما جبت المشهد ده لانه مش موجود على اليوتيوب، فاضطريت ان انا انزل الفيلم كله وعملت لكم كروب. فريت نعمل لايك وسبسكرايب. للاعتذار اخبطي دماغك في الحته. لا يا ريت نقصر بقى عشان احنا في الشارع. ها